السلام عليكم، شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم روتين ديال الطلبيه اولا جوج ديال الطلبيات مشكلين. غنعطيكم ان شاء الله جميع الاسرار التفاصيل، الكيلو شحال كيخرج من حبه، وكذلك يعني شحال ديروا ليه ديال المقادير اولا ديال القوام بالنسبه للبنات اللي يلاه بداو كيخدموا لي كوموند. وكذلك غنعطيكم الثمن ديال البيع، لان بزاف البنات يكونوا يلاه بادين في الدومين ما تيكونوش عارفين بزاف ديال الحوايج، وخصوصا مع الزياده ديال الاسعار. يعني تيبغيو هكا يخدموا وما يضرروش وما يضروش الكليان في نفس الوقت. ان شاء الله غادي نعطيكم جميع التفاصيل، وكذلك كيفاش كنظم الوقت ديالي وكيفاش كنظم يعني الطلبيات هكايا، خصوصا الا كانت شي طلبيه فيها بزاف ديال التشكيلات. كيفاش كتنظموا الوقت ديالكم باش هكا توجدوا الطلبيه في اقل وقت ممكن. انا صراحه جوج ديال لي كوموند خرجوا في يعني في نهار واحد وجدتهم، اللهم لك الحمد. كانوا ميسرين، والناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي فكنقول لهم مرحبا بكم. انضموا للقناه وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، ونتمنى انكم تتابعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير. وما تنسوش تخليو لي جيم، ما تمروش بلا جيم، ضروري تخليو لي جيم وخليو لي كومونتير كيف ما كان. اي حاجه بغيتو تقولوها ليا مرحبا والف مرحبا على راس العين، ما كاينش نهائيا المشكل. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه بديت بها هنايا هي الصابلي انا خدمته يعني في الليل من مور ما جاتني لا كوموند. تقديت يعني جاتني التقديه، خدمت الصابلي حيدته عليا، درت فيه هنا 4 ديال المارغرين، درت فيه قبيصه الملحه وساشي ديال السكر الفاني، وهنايا 2 كيسان ديال السكر سنيده، وغندير واحد المعلقه ديال البخاليني ديال اللوز. نتوما نكهو باي نكهه بغيتو، سوا الليمون سوا الحامض، تكتفيو غير بالفاني اللي عجبكم نكهو به، كيبقى لكم الاختيار. هنا زدت 2 كيسان ديال الزيت، وغادي نخدم العجينه مزيان حتى كينسجم ليا الزيت مع باقي المكونات. وانا غادي ندير واحد المعلقه كبيره عامره مزيان ديال الجليكوز. ضروري من الجليكوز، هو اللي كيخلي الصابلي يبقى شاد في راسو وما كيرطبش دغيا، وكيبقى مقرمش لينا اطول مده ممكنه. من بعد ما كنخدم هاد المكونات هادو غنزيد هنا 3 الحبات ديال البيض صافي، وكنبقى نخلط هكايا مزيان حتى كنحصلها بواحد العجينه اللي كتكون يعني الملمس ديالها يعني رطب، وكتكون يعني بوماد، ما كيكونوا فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجه. صافي انا غادي نبدا كنضيف الدقيق تدريجيا، وانا كنجمع، ما كندلكش فقط، غير كنجمع العجين. صافي هنا من بعد ما كنجمع العجينه مباشره دزت، غادي ندير هكا في 2 ديال البلاستيكات، وغادي نبدا كنطلق فيها، وكاع المطابع حطيتهم حدايا، يعني كاع المطابع اللي غادي نحتاج والشكيلات اللي غادي نحتاج نخدم بهم حطيتهم حدايا. صافي كنبدا كنطبع وكنحط في اللاطه. انا طبعت كل شيء، انا ما صورتش معكم يعني جميع المطابع باش هكا ما يجيش الفيديو طويل. المهم بنفس الطريقه كنطبع حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله. هذه راه غير عجنه وحده، وخرجت منها 3 كيلو ديال الصابلي، يعني كان كيلو بالنوغا وكيلو بالشكلاط بيض وكيلو مشكل ما بين 5 ديال الشكيلات. هذاك الكيلو اللي فيه 5 ديال الشكيلات كل شكل درت منه 15 الحبه، يعني في الطوطال العجنه خرجت ليا 3 كيلو ديال الصابلي. صافي هنايا من بعد نيشان غادي نبدا كنوجد الكعبه. هنا الغد ليه في الصباح نض شويه بكري، كنت موجده العقده يعني البارح في الليل فاش كان الصابلي كيطيب في الفران، يعني كندير اللاطه كطيب وكنجي كنطحن اللوز، وكذلك وجدت العقده ديال الكاوكاو باش صوبت بها ديك الحليوه ديال الكاوكاو. راه انا مشاركاها معكم من قبل في القناه، غنخليكم رابط ديالها في صندوق الوصف باش تدخلوا تفرجوا فيها، يعني راه مفصله. صافي هنا العجينه وجدتها الغد لي في الصباح، يعني العقده اللي وجدتها قبل طحنتها كورتها وحطيتها خليتها واجده درتها في الثلاجه. وهنايا في الصباح كيف وقت بديت كنشكل الكعبه هي الاولى، لان كتاخذ الوقت شويه. حلويات اللوز ولا ديال الكاوكاو حتى هي شكلتها يعني كياخذوا الوقت شويه باش كينشفوا، عاد خصهم يطيبوا. انا درت هكايا في الصباح وحطيتها حتى كتاخذ الوقت ديالها، عاد غادي ندخلها كطيب في الفران. صافي البنات كيف ما شفتوا هي الكعبه ديالنا شكلناها. هنايا نقشتها بالمنقاش كامله، انا نسيتها طلبتها ليا منقوشه كامله. انا كان عندي فيها غير 4 ديال الكعبه، ما كانش كميه ليا كبيره، فقط درت غير 125 غرام ديال اللوز. خرجت ليا تقريبا 12 حبه ديال الكعبه، يعني عطاتني رابعه عبار ميزان، يعني ما شاط ليا حتى شي حبه. 12 جاو هما هادوك معبورين.
صافي هنايا مباشرة غادي ندوز باش غادي نوجد الرخامة. عندي رابعة ديال الكاوكاو، حمرته بالقشرة ديالو وطحنته، وزدت معاه 50 غرام ديال البسكوي مطحون، زدت لهم 2 معالق ديال الكراميل اللي حضرت سبق لي وحضرته معكم في القناة. وهنا غادي نبدا كنجمع العجينة ديالي اولا الحشوة ديالي غير بالعسل. صافي كنبدا كنمعكها هكايا شويه. صافي هنا غادي نجيب بجوج ديال لي بابي كويسون اولا ديروا بلاستيكات وكنبدا كنطلقها. انا درت كميه قليله ديال الكعبه ديال الكاوكاو عفوا، لان حتى الرخامه كان عندي فيها غير نص كيلو، يعني كيكونوا هكا طلبيات كي هما صغارين، خصوصا الا كانوا من شي كليان اللي كيكونوا هكايا كيخدموا عندك ديما ما كتبغيش ترديهم. يعني سواء كانت طلبيه فيها غير نص كيلو ولا ربعه كتخدمي ما عندكش يعني كيفاش ديري. صافي هنايا خديت العجينه كيف ما شفتوا اولا الحشوه طلقتها صافي وكندوز عليها هكايا الشكلاط كحل من الفوق صافي، وكنخليها كتنشف وكنقلبها على الجهه الاخرى. ما كندخلهاش للثلاجه نهائيا، الرخامه كتنشف فقط فوق سطح العمل ما كتدخلش للثلاجه نهائيا. من بعد قلبتها ودرت ليها الشكلاط كحل من الوجه الثاني. صافي هنايا كنجيب الشكلاط ابيض وكندير هكايا واحد الخطوط، وكنبدا كندير هكا واحد العود باش كيجي هكا الشكل ديالها رخامي. صافي من بعد غادي نحطها كتنشف، ما كندخلهاش للثلاجه نهائيا، كنخليها تنشف غير فوق سطح العمل. هنا من بعد ما كتنشف هنا غادي نبدا كنطراسي فقط، ما كنقطعش غير كنطراسي من الفوق. من الاحسن الرخامه تستعملوا لها هاد الموس هذا اللي تيكون كيتباع عندي دغوكري كيقطعوا بها هكايا الكرتون، كيكون ماضي بزاف وكيكون رقيق، يعني ما كيخليش لكم لي شيت اولا الضايع في الرخامه نهائيا، ما كتكسرش نهائيا، حبه وحده ما كتضيعش. صافي من بعد ما كنطراسي في الاول دابا عاد غادي نبدا كنهبط عليها كنقطعها يعني حتى لتحت ديالها. من بعد ما كنقطعهم عاوتاني كنبقى غير كنطراسي عاد كنعاود كنقطع. دابا ان شاء الله نشارك معكم فيديو فيه الرخامه مفصله، يعني فيديو خاص بالرخامه يكون يعني بشويه ما يكونش متسرع. انا سرعت الفيديو حيت راه غيجي فيديو طويل الا خليت كل حاجه كتمشي كيف ما هي، غيجي الفيديو فيه ساعه ديال المكانه. صافي هنا من بعد ما صايبت الرخامه حيدتها صافي هنا غادي ندوز باش كنفيني الصابلي. بالنسبه للشكلاط ديال الصابلي حتى هو كنصاوبو ليله قبل، يعني الصابلي والشكلاط ديالو كيشدوا ليا الوقت، ديما كنحيدهم عليا هكايا بالليل باش الصباح كيبقى ليا غير فينيسيو ولا كان شي حليوه هكايا اخرى صافي دغيا كنزرب عليها. صافي هنايا كيف ما شفتوا كنلصق هكايا وكنفيني بالكاوكاو. كاوكاو كونكاستير حتى هو كنصاوبو ما كنشريش. دابا نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالو، فقط غير انضموا عندي للقناه باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي غادي ننزل لكم ان شاء الله. من بعد هنايا ما فينيتو صافي كنخليها حتى كتشوف ديك التعليكه مزيان. وشكل الاخر حتى هو هكا على الشكل ديال الهلال، حتى هو درت ليه هكا شكيريطه كحله. صافي بنفس التعليكه كنبقى كنفيني، يعني تعليكه الكراميل اللي سبق لي شاركتها معكم في القناه هي اللي كنفيني بها. بالنسبه للشكل الثالث حتى هو بشكلاطه كحله كيف ما شفتوا فنتو في الكاوكاو. والشكل الرابع حتى هو بشكلاطه كحله، يعني هاد الشكيلات تيبقاو من الاختيار ديال الكليانه. صافي درت ليها هكا واحد الوريضه هكا بالباطا سكر في الجنب. وهنا غادي ندوز باش غادي نحضر النوغا. درت 50 غرام ديال الجليكوز مع 50 غرام ديال السكر سنيده، زدت لهم معلقه د الماء وغنديرهم فوق البوطه حتى كيغلاو مزيان، وغادي نضيف لهم 100 غرام ديال الزنجلان. صافي كنحرك مزيان وكنديرو في المول ديال السيليكون. بالنسبه لهاد الخليط هذا خرج ليا 41 حبه، بهذا المول ديال السيليكون خرج ليا 41 حبه اللي جاتني عبار ديال الكيلو نيشان، يعني ما شاط ليا حبه ما نقصات ليا حبه، يعني جا عبار نيشان 41 حبه وفي الكيلو نيت هزت ليا 41 حبه كامله. بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا لي كوموند، يعني هاد العبار هذا اللي عطيتكم ديال النوكا راه كيخرج 41 حبه. ما كنعمروش المول ديال السيليكون بزاف، غير كنديرو هكا واحد شويه لان باش كتدخل الفران كتذوب راه اوتوماتيكمون كتاخذ الشكل او لا فورم ديال المول. هاد الحليوه ديال الكاوكاو من بعد ما وجدتها ونشفات دهنتها هنايا بالزبده وسقطتها وغادي ندخلها الفران حتى هي باش كطيب. حتى هي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، راه ديجا كنت شاركتها معكم مفصله، هذا فقط غير روتين. وشاركت معكم هكا بعض الحويجات. هنا غادي ندوزو للدوازات تاعي. خديت بواطه ديال الزبده، زدت عليها كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، فلون ديال الشوكولا، وواحد نيسكافي اولا ساشي ديال سكر ديال قهوه عفوا سريع الذوبان، وقبيصه ديال الملحه بطبيعه الحال. وانا غادي نزيد خماره وحده.
صافي غادي نبدا كنجمع هكايا بالدقيق. حتى هاد الحليوه ديال دوازاتي راه كنت سبق لي وشاركت معكم في القناه. المهم غنخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف الا بغيتو تشوفوا الطريقه مفصله. صافي هنا من بعد ما جمعتها غادي نبدا كنشكلها هكايا كويرات صغار، ديروا فيهم تقريبا 15 غرام، وغادي نديرهم هكايا في اللاطه وغادي ندخلهم كيطيبوا. بالنسبه لعدد الحبات اللي خرجت ليا تقريبا خرجت ليا شي 83 حبه، والعبار عطاتني تقريبا اكثر من كيلو. انا غادي نقول لكم في الاخير شحال عطاتني يعني العبار بالضبط. صافي هنايا من بعد ما كطيب الحليوه ديالي كيف ما شفتوا الشكل ديالها كي كيجي، هنا غادي نغمس ليها النص ديالها في الشكلاط كحل، وغادي نحطها ضروري فوق ورق الطبخ اولا بلاستيك باش ما يلصقش لكم الشكلاط. هنا من بعد ما كينشف الشكلاط كنبدا ندهن النص الاخر بالكراميل وكنفندو في الكاوكاو. وهنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. اول حاجه هي هاد الحليوه ديال دوازاتين بعد ما كينشف الشكلاط الكحل وكنديرو في الكاوكاو كندير ليها واحد الخطوط بالشوكولا بيضاء. بالنسبه للكميه اللي قلت لكم اللي خرجت لي هاد العجنه هادي خرجت لي تقريبا كيلو وربع، يعني انا كانت حاجتي غير في كيلو، يعني راه فايته خرجه لكم الكميه اللي بغيتو. بالنسبه لثمن البيع 80 درهم. وشكيل تاني بنات هي هذه ديال الكاوكاو. بالنسبه لعدد الحبات اللي خرجت ليا 48 حبه، يعني في نص كيلو ديال الكاوكاو مطحون مع ربعه ديال السنيده خرجت ليا 48 حبه، وجاتني كيلو حتى هي عبار يعني لاصق. بالنسبه لثمن البيع ديالها حتى هي كندوزها ب 80 درهم، وهي غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش تشوفوا الطريقه ديالها بالتفصيل كيفاش كنخدمها. وبالنسبه للشكل الثالث ديال النوغا من بعد ما كيطيب الصابلي حتى هو كنلصق وحده على وحده هكايا، وكنلصق النوغا وكنعمرها هنايا باللوز وايفيلي واللوز مقطع هكايا. بالنسبه لعدد الحبات عطاتني 41 حبه وجاتني حتى هي عبار كيلو نيشان. بالنسبه لثمن البيع 90 درهم باش كندوزها. غنخليكم حتى هي الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهذه هي الطلبيه الاولى كانت فيها الحليوه ديال النوغا وكانت فيها هاد الحليوه ديال دوازاتاي وهاد الصابلي راه ديجا كنت شاركته معكم في القناه، وهذه ديال الكاوكاو. بالنسبه للكوموند الثانيه هادو هما الكعبه اللي وجدت معكم، يعني رابعه هي السيده بغات رابعه جات فيها 12 حبه عبار. وهاد الصابلي اللي وجدت معكم صابلي كان فيه كيلو، يعني مشكل ما بين 5 ديال الشكيلات حتى هو الثمن ديالو 80 درهم باش كنحسبوا. وهاد الحليوه ديال الرخامه كندوزها ب 90 درهم خرجت ليا 600 غرام، يعني انا كانت حاجتي غير بنص كيلو وبقات ليا 100 غرام شايطه. المهم البنات كيكون هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا. واي حاجه بغيتو نشاركها معكم ولا اي حاجه بغيتو تعرفوها خليوها لي في التعاليق، ونهاركم مبروك.